مساء الخير يا حبايب قلبي، وكل سنة وانتم طيبين يا رب. دي لقطات سريعة من سفرة فطار النهاردة، حبيت أشاركها معاكم كالعادة. بس المرة دي مش هتكلم عن الأكل قد ما هتكلم عن حاجة أهم بكتير. هتكلم عن التجديد. عارفين يا جماعة، رمضان ده مش بس شهر أكل وصيام وعبادة. رمضان ده فرصة ذهبية إننا نجدد نفسنا وحياتنا كلها. تلاقينا بنغير روتين أكلنا وشربنا ونومنا. طيب ليه ما نغيرش كمان أفكارنا؟ ليه ما نبصش لجوانا ونشوف إيه اللي محتاج يتعدل فينا؟ يمكن علاقة محتاجة تتصلح، عادة وحشة عايزين نسيبها، أو حتى حلم قديم نسيناه وعايزين نصيحة من تاني. دايما أقول إن اللي ما بيتغيرش في رمضان بيخسر فرصة عظيمة. رمضان بيعلمنا الصبر، بيعلمنا نبص على أهم من الأكل والشرب، بيعلمنا إننا نقدر نتحكم في نفسنا. دي مش بس سفرة رمضان يا جماعة، دي رسالة إننا نقدر نبدأ من جديد في أي وقت. يا رب أيامكم كلها تكون خير وتجديد، وتستغلوا كل دقيقة في الشهر ده إنكم تكتشفوا أحلى ما فيكم. أنا نفسي ناوية على كام حاجة كده أغيرها في نفسي إن شاء الله. قولولي أنتم بقى، إيه أكتر حاجة نفسكم تغيروها في حياتكم أو نفسيتكم مع رمضان ده؟ هستنى إجاباتكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. أشوفكم في فيديو جديد وفضفضة جديدة مع نبيلة البدوي، وسلام.